الأهلاوي، النادي الأهلي بيخاطب اتحاد الكرة علشان يحقق مع طارق مجدي حكم تقنية الفار بالأمس في مباراة سيراميكا، وده علشان كان في 3 حالات، ال3 حالات دول سببوا لغط كبير جدًا عند جماهير النادي الأهلي، وكان من شأنهم إن هم يغيروا مجريات المباراة بالكامل، وكان السكور هيختلف إذا تم احتسابهم من قبل طارق مجدي. طارق مجدي ما استدعاش حكم الساحة في 3 مناسبات، المناسبة الأولى وهي الكرة اللي عبرت، وطبعًا الكرة دخلت جون ودخل بيها محمد بسام. الكرة التانية وهي ضربة جزاء يعني واضحة جدًا، لأن مدافع نادي سيراميكا استخدم المرفأ ضد محمد طاهر في أول المباراة. الكرة التالتة وهي ضربة جزاء للنادي الأهلي بسبب إن الكرة جت في إيد مروان عثمان لاعب نادي سيراميكا كيلوباترا، وارتدت في هجمة مرتدة على النادي الأهلي، وكان هيحسب فيها ركلة جزاء واستدعى فيها الحكم، ودي كان الحالة الوحيدة اللي استدعى فيها حكم الساحة. ففي أمور غير واضحة بالنسبة لطارق مجدي، عشان كده النادي الأهلي طلب اتحاد الكرة بالتحقيق معاه. كل التوفيق للنادي الأهلي، وقرار موفق جدًا في إنه يخاطب الصراحة اتحاد الكرة في مثل هذه الأمور.